أهلا بيك يا عزيزي المتابع. سيب لي أي حاجة في إيدك وتعالى سمعك الفيلم ده اللي بيحكي عن 2 ضباط من أقوى ضباط العمليات الخاصة بيتفقوا مع بعض علشان ينقذوا أكبر عملية سرقة نفط في العالم. وطبعا مش محتاجة أقول لكم لما جاكي شان وجون سينا يجتمعوا هيقدموا لنا إيه. وبدون رغي يلا بينا على الفيلم. وبيبدأ مع مجموعة من الجنود بيتطوعوا في مهمة لاستخراج النفط في الصحراء الصينية، ورئيسهم جاكي شان اللي بيتطوع لأن بنته كانت شغالة مهندسة فيه. وبيوصل الموقع وبيقابل رئيسة الموقع وبتقوله إنهم محاصرين من مجموعة مرتزقة بقالهم أسبوعين، وإن أكتر مكان آمن عندهم مكان اسمه المصفاة. وبيطمنها جاكي شان وبيكون اسمه في الفيلم دراجون، وبيقول لها إنهم جايين بس علشان ينقذوهم. ومن ناحية تانية بنشوف العصابة واللي فيهم جون سينا واسمه كريس وأخوه هنري اللي بيسأله إذا كان وافق على العملية اللي قاله عليها، فبيرفض كريس وبيقوله إنها عملية انتحارية وخطر جدا، وخصوصا إنهم كلفوا فرقة خاصة من القوات الصينية لحمايتها. وبعدها بيسيبه وبيمشي وبيرجع القرية اللي عايش فيها، وبتكون المية مقطوعة هناك وبيجي واحد علشان يصلح المواسير. والمهندس بيقوله إنهم محتاجين 100,000 دولار علشان يوصلوا المية لقريته. وبتسمع واحدة من القرية اسمها ثريا وبتقوله إن المبلغ كبير جدا، فبيقول لها ما تقلقيش أنا هتصرف. وتاني يوم جاك بيشرح لهم خطة إخلاء الموظفين، ورئيسة الموقع بتدي شنطة لمي بنت جاك وبيكون فيها مفتاح الحماية علشان هو اللي هيضخ النفط بالأنابيب تحت الأرض. ومي بتروح علشان تركب الأتوبيس اللي بيكون سايقه أبوها جاك، وبنعرف إن في بينهم مشاكل علشان كده ما بترضاش تقعد جنبه، وزعلها منه بسبب انه كان في مهمة في الوقت اللي امها ماتت فيه، ومن وقتها مش قادرة تسامحه. وبيمشوا على طريق اسمه طريق الموت، والطريق ده كان فيه حرب وفيه حقل ألغام. وبيقول لبنته انه اتعمل لهم فخ علشان يخافوا من الألغام وياخدوا الطريق الشرقي ويهاجموهم هناك. وبيقول لها انه جاي بس علشان يحميها، فبتقوله انها مش محتاجة حد يحميها. وفجأة بيدخلوا في عاصفة رملية وبيضطروا انهم يدخلوا فيها، فجاك بيكلم واحدة من فريقه اللي قالت له انه مش هيكون في عواصف، وبعدها الإشارة بتتقطع بينهم. في الوقت ده بيظهر كريس وفريقه مع أخوه، وبيكون انضم ليهم علشان الفلوس لقريته. وبيهجم كريس على أتوبيس من فريق جاك، وبيحصل اشتباك مع بنت جوه الأتوبيس اسمها يانج وبتحاول تمنعهم، لكن بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما في الآخر بيطلعها بره الأتوبيس. وبعد ما العاصفة بتخلص بينزل جاك علشان يشوف باقي فريقه ويطمن عليهم، فبيلاقي أتوبيسين ناقصين. وبيكلم الطيران علشان يطلب مساعدة، وبيفتكر انهم تاهوا بسبب العاصفة، فبياخد بنته معاه علشان يدوروا على الأتوبيسات المفقودة، لأنها عارفة الصحراء كويس لأنها أصلا كانت شغالة فيها. ولما بيلفوا بالطيارة جاك بيعرف إن العاصفة اللي حصلت ما كانتش عاصفة ولا حاجة، ده فخ اتعمل لهم. ويانج اللي وقعت من الأتوبيس بتشاور للطيارة علشان تعرفهم إن في عصابة هجمت عليهم وخدت رهاين. في الوقت ده العصابة بتضرب النار على الطيارة التانية، وجاك بيشوف الأتوبيس اللي اتخطف وبينزل بحبل، وبنته بتكون خايفة عليه فبيقولها متقلقيش. ولما بيدخل الأتوبيس بيعرف إنهم خدوا رهاين، منهم رئيسة الموقع والمساعد بتاعها. وكريس بيزعق فأخوه بيقوله احنا شغالين مع مين بالظبط. وبيطلع اللي ورا الليلة دي كلها واحد اسمه اين موظف في شركة المية، وهدفهم انهم يخطفوا رئيسة الموقع والمساعد بتاعها عشان ياخد مفتاح الحماية علشان يعرفوا يسرقوا كميات من النفط من الموقع. وبيمشي مع كريس وبيقوله انه قضى عمره كله في الشركة ومخدش منها حاجة، والمكان هنا عبارة عن منجم دهب مش مجرد صحراء ولازم يستغله كويس. فكريس بيقوله وانا ايه علاقتي بمشكلتك؟ فبيرد عليه اين وبيقوله جاك مدير امن الموقع وهو قائد الفريق، واكيد هيجي علشان ينقذ فريقه، وانت مهمتك تبعده عني. وكريس في الوقت ده بيرفض، لكن هو بيقوله افتكر قريتك وانك محتاج للفلوس، فبيرفض برضه وبيمشي. وطبعا اخوه بيقنعه علشان يكمل المهمة، لكن كريس بيقوله ان فلوس المهمة دي توصلني في الوقت، وبيقوله كمان انه رايح القرية. وبيروح له اين وبيقوله انه هيتولى المهمة، لكن اين بيضربه بالنار لان اخوه اقوى منه، وبيقول لهم يرموه في اي مكان علشان اخوه يفتكر ان جاك هو اللي قتله. وبعدها بيوصل كريس للقرية وبيكسر في صورة ابوه وامه وهو متعصب جدا، وبيدخل طفل يتيم بيطلب انه يلعب معاه. وبنروح للطيارة ومي بتقول لابوها ان في قرية قريبة بس خطر، والطيار بيقول لهم ان البنزين قرب يخلص وهيكفيهم بس يروحوا، لكن مش هيعرف يرجعهم. وبيروح جاك القرية وبيقابل كريس وبيقول له ايه اللي جابك هنا؟ مش انا الشخص اللي بتدور عليه. ولسه هيضربه فبيجي الطفل يطلب من كريس يلعب معاه. في الوقت ده جاك بيتراجع وبيمشي.
وبيروح كريس بالعربية علشان يجيب الفلوس من أخوه، وجاك بيروح وراه وبيراقبه، ولما بيوصل كريس بيتفاجئ بأن أخوه مقتول. في الوقت ده بيدخل جاك وبتقوم بينهم معركة قوية جدا، وجاك فاهم أن كريس اللي خطف الرهاين، وكريس فاكر أن جاك هو اللي قتل أخوه. وطبعا لأنهم نفس المستوى من اللياقة فمحدش فيهم بيقدر على التاني، فبيوقفوا ضرب لما بيوصل تجار أسلحة، وبيكونوا جايين علشان عاوزين فلوس من كريس تمن الأسلحة اللي خدها منهم، وتجار الأسلحة بيبدأوا يضربوا عليهم النار، وجاك وكريس بيقفلوا الباب وبيجروا يستخبوا، وكريس بيطلب من جاك يرميله القنابل وبياخدها يرميها على التجار لحد ما بيخافوا وبيمشوا، وبعدها بيخرجوا وبيتعرفوا على بعض وبيبقوا أصحاب. وكريس بيقوله إن أوين هو اللي خطف الدكتورة واللي معاها، وهو كمان اللي قتل أخوه، وبيقرروا يتعاونوا مع بعض ويقتلوا أوين. وبنروح لأوين اللي بيطلب من الدكتورة كلمة السر علشان ياخد مفتاح الحماية، وبيهددها إنه يقتل المساعد بتاعها واللي بيكون ابنها في نفس الوقت، لكن ابنها بينقذ نفسه في آخر لحظة وبيقوله يعمل تتبع من تليفونها وهيعرف مكان الشنطة من خلال الGPS. وكريس بيرجع قريته وبيغني مع الأطفال وبيلعب معاهم، وجاك برضه بيكون معاه، وبيخلصوا وبيقعدوا مع بعض. وجاك بيحكي عن بنته إنه سابها هي وأمها لوحدهم بسبب مهمة وعلاقتهم فيها مشاكل من وقتها، وكريس بيقوله إن هو وأبوه وأخوه كانوا من ضمن القوات الخاصة، لكن من سنتين جالهم مهمة على طريق الموت، وأبوه رفض وقتها، لكن كريس أقنعه لحد ما وافق، وبسببه مات في المعركة. وجاك بيقوله إن ده قدره وإنت ملكش ذنب في اللي حصل. في الوقت ده بيوصل رجالة أوين عن طريق تتبعهم للتليفون اللي مع مي، وبيوزعوا نفسهم جاك وكريس، جاك يهاجمهم من فوق وكريس من تحت، وبتحصل بينهم معركة قوية جدا جدا وأكشن من اللي قلبك بيحبه، وبيفضلوا يضربوا في بعض ضرب نار، وجاك بيدي إشارات لكريس لكنه ما بيكونش فاهم قصده. وبعد ما بيخلصوا بيتكلموا مع العصابة اللي بتقول لهم انهم رجالة أوين وجايين علشان ياخدوا الشنطة بهدوء، وبيدخل كريس يجيب لهم الشنطة، ومي بتزعق فيه وبتكون متعصبة، لكن هو بيقول لها انه خايف على الأطفال وعلى أهل القرية لأنهم مسلحين وأسلحتهم كتير، ولو ما عملش كده ممكن يموتوهم. ومي بتزعق له وهي متعصبة وبتقول له ان الشنطة فيها مفتاح التحكم وبكده هيسرقوا النفط، وكريس بيقول لها موجود قد ايه نفط في الموقع، فبتقول له كتير جدا. وكريس بيفهمهم انهم بيستخدموا انابيب تحت الارض ينقلوا بيها النفط، وكل نقلة بتاخد 100 مليون طن. ومن ناحية تانية أوين بيكون بيجهز السفينة علشان يسرق النفط، وجاك وكريس بيستعدوا علشان يمنعوا اكبر عملية سرقة نفط هتحصل. وبيودع بنته اللي كانت نفسها تروح معاهم، وبيبقى عاوز يحضنها لكن بتعدل وشها بعيد عنه، وطبعا خد حتة كسفة مش هينساها ابدا. وكريس لسه هيحفل عليه، جاك قال له بس مش حافلة هي، ومي بتقول لهم ان المصفاة مليانة مواد سريعة للاشتعال فميستخدموش الاسلحة، وبيكملوا في طريقهم على الموقع. وبنروح لأوين اللي طلب من الرئيسة تكتب كلمة المرور وهو بيهددها بالسلاح، وبيسرقوا النفط داخل انابيب تحت الارض وبيجهزوا السفن علشان المهمة. وفي الوقت ده بيوصل جاك وكريس الموقع، ورجالة أوين بيشوفوهم وبيضربوا عليهم النار وبيقدروا يهربوا منهم بعجوبة، وبيدخلوا المحطة، وبتحصل معركة كبيرة بين كريس وجاك ورجالة أوين علشان ينقذوا الدكتورة وعملية السرقة اللي هتحصل. وأوين بيدي أمر إنهم يقتلوا الرهاين بعد ما تنجح سرقة النفط، وبيعرف أوين بوصول جاك وبيقول له أهلا أهلا نورتنا. وفي آخر المعركة الكبيرة اللي حصلت بينجح جاك إنه يدخل للدكتورة وبيخبيها، أما كريس بيبقى لسه بيضرب في واحد من رجالة أوين، والرصاص اللي معاه بيكون خلص وبيهجم عليه وبيديله علقة موت وبيدخل فيه بالإزاز وبيقتله. في الوقت ده أوين بياخد بعضه وبيهرب، وكريس بيجري وراه لكن مش بيلحقه. في الوقت ده بتوصل مي من وراهم وبيركب معاها كريس وبيروح ورا أوين. وفي الوقت ده جاك بيهاجم في آخر واحد، فبتنفجر أنبوبة غاز وبيغرقوا في فوم من الغاز، والدكتورة بتقوله إنهم فتحت لهم المضخة ولازم يقفلوها تاني. وبنروح لأوين اللي بيغير طريقه، فبتروح وراه مي، لكن العربية بتاعت كريس بتتقلب وبيتعصب عليها كريس وبيقول لها يا شيخة منك لله. في الوقت ده بيوصل جاك بعربية تانية ولسه هيعلق على العربية اللي اتقلبت، فكريس بيقوله بص لو اتكلمت نص كلمة هرجع مش ناقصاك هي، فبياخدهم جاك معاه وبيروحوا ورا أوين بسرعة وبيدخلوا فيه بالعربية وبتتقلب الناحية التانية لكن مش بتحصله حاجة، فبيكمل أوين طريقه بسرعة. وجاك بيقول لكريس يرمي نفسه من العربية لأنهم داخلين على منحدر، وربط بنته بحبل، وأول ما عربيته بتوصل المنحدر بتقع وبيلحق نفسه وبيمسك في بنته وهي والحبل. وأوين بيكون عاوز يقطع الحبل علشان يموتهم، لكن عربيته هو اللي بتتقلب وبيروح في خبر كان يستاهل. في اللحظة دي مي بتشوف صورها هي وأمها مع جاك وبتفهم إنه ما كانش ناسيهم، فبتحنله وبتحضن أبوها لأول مرة وهي فرحانة. وكريس بيمسك في رجل جاك وبيقوله أنت نسيتني ولا إيه؟
وبيساعدوه يطلع، وكريس بيعاكس في مي، فابوها بيقول له مالكش دعوه بيها. كريس بيقول له مالك يا حماية بس هدي اعصابك، فبيقول له نعم لا لسه في حاجات كتير تتعلمها وبعد كده تبقى تيجي تتقدم لها. ومي بتبقى فرحانة طبعا من جوه ومكسوفة، والمية بترجع لأهل القرية. وبعدها بيوصل فريق جاك وبيقول له في مهمة جديدة وبيطلب من كريس ينضم ليهم، وكريس بيفكر انه موافق. وبيخلص الفيلم على كده. اشوفكم الفيديو الجاي، ما تنسوش لايك واشتراك لو عجبكم. سلام.